السبك الفيلم للإنتاج السينمائي يقدم. نقسم بالله العظيم، اقسم بالله جايكم يوم ما توقعوا احرف من القذافي لو ما احترمتوش نفسكم شديتوا حياسكم وبرا اسالوا علي انا هذه ما بين قوسين للمتسلقين اللي المتسلق. سامحني انتم راكم كما تندروا راهي خيانه عظمى، راكم بتدمروا ليبيا زي ما دمرها القذافي. تمام. وراهو الثوار زعلانين منكم، وراهو بيزحفوا عليكم، وراهو بنديروا لكم بنطبقوكم زي البساط. يشبحونا بربع عين، يركب فاخر طابه زي ما يقولوا ويفوز عليك، حتى الشبح ما يشبحلكش ويقول لك باتي وكنك. يقول لهم انتم ثم بالظهر قبل ما يجوا على التوال حقيقيين مع الناكر بالذات. مع الناكر بالذات. نصدروا صحف ان شاء الله، حنصدروا ممكن حتى راديو. ظل لو بيحكم ليبيا عسكريا مش ما انتظرش هذه إذا كان عزة الحكومة الحالية عن تسيير الأمور وفرض القانون، وحنفرض القانون بالقوة، ونقسم بالله طرابلس تتمشط من جديد لو ما سمعتوش الكلام. عندي استطاعة بتواري وبكذا نفرض سيطرتي على الإذاعة ونقدر نفتحها بالقوة. الدولة في حالة بناء، قاعدة تترندح، قاعدة في حالة نهوض، احنا نحاول قاعدة تترندح. يعني كداهية مليتوا البلد. قطر تشتري في الذمم، تبي تعين ضباط صغار في الرتب. سؤال من اللي يحكم في ليبيا حاليا؟ إجابتي بأنه لا أحد يحكم بشكل سيادي في ليبيا. ما في جهة تحكم بشكل سيادي، ولو كانت هناك جهة تحكم بشكل سيادي لما حدث إشكال متاع الأسبوع الماضي متاع فندق تبستي انه الثوار الزموا رئيس الحكومه بان يوقع لهم على مئات الملايين في شكل مكافآت ومرتبات. من الافضل لنا ان احنا نطلب تجميد اموالنا مره اخرى، لان اموالنا تجي من الخارج الى الداخل وعلى طول عبور، عمليه عبور. اقرب جاي يا كلب اقرب. كل يا موسخ يا دواغي يا كلب. قطر ترشي في من يزورها هناك من الضباط ومن المشايخ بما فيها أقاربي أنا شخصيا، بعض أقاربنا أخذوا فلوس. وأن النظام الفيدرالي هو ضمان الحقوق، هو لضمان الحقوق لجزء من ليبيا الكبرى. الكلام اللي قاله معمر كله صح، الرجل شهيد راهو، والله مركبين على ارواحنا، الرجل الكلام اللي قاله صار، حتى المؤيد تو يقول في لنا الكلام اللي قاله معمر كله صار. يبقى نحن مغرر فينا والرجل شهيد، والله جديات، يبقى شهيد وظالميننا صراحة. هناك تأكيدات بذلك ولكنها ليست مؤكدة.